بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير كتير. النهارده بقى هنعمل عيش بالصدق وعيش باللحمه بطريقه الحواوشي الاسكندراني كده، ووش بيتزا. طريقه سهله وبسيطه ان شاء الله هيعجبكم. بس قبل ما نبدا يا ريت تشتركوا لي في القناه وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويا ريت يا جماعه المتابعه على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام. ويلا نسمي الله ونبدا بالمقادير. معايا انا كيلو ونص من الدقيق، دول 2 كيلو اصلا، هفضي كيلو وهاخد نص الكيس التاني. هيطلعوا لنا كمية محترمة جدا تكفي 10 افراد. خدنا نصه كده اهو، بوريكم بالشكل دوت. بقولكوا كيلو ونص. تمام. الكيلو ونص دول هنحط عليهم ايه؟ باكوين من الخميرة او معلقتين من الخميرة. فضيناهم عليها معلقة سكر ونص معلقة من الملح، او اقل كمان من نص المعلقة. نقلبهم كلهم المواد الجافة دي على بعض بالشكل دوت. هتعمليه بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة خالص، والطعم تحفة يا جماعة. معايا مج من اللبن. هتقولي لي باللبن؟ ايوه، اللبن بيعمل له طراوة وطعم تحفة قوي. الكيلو ونص من الدقيق دولت هياخدوا معانا 3 كوبايات او 3 مجات من المية. دي مية دافية يا جماعة. يبقى حطينا كوباية لبن وكوباية مية، مج. هنقلبها لحد ما تخلط الدقيق مع المواد الجافة مع كوبايتين من المواد السائلة اللي هي مية ولبن. ادي الكوباية التالتة ونقلبها. افضلي بقى قلبي كويس كله على بعضه وبايدك لحد ما تلمي كل العجين وتحسي كده ان مفيهوش دقيق سايب. دي كوباية من الزيت. ونلم بقى ايه العجينة كلها. امشي على الخطوات وعلى الطريقة وعلى المقادير دي، هيطلع معاكي حواوشي مظبوط قوي، او عيش بالبسطرمة او بالصدق او بالسوسيس او بالفراخ، اي حاجة. الحشوة دي براحتك انتي. بقول لكم بصوا الطبق اللي انا بعمل بيه او الكروانة نتفت ازاي. اول ما تلاقيها اتلمت معاكي كده افضلي اعجني فيها. عجنت فيها يا جماعة حوالي 10 دقايق. بصوا ايدي نضفت كده. بقول لكم ناجحة مية مية. حطوا اللايك بقى. اهو بصوا العجينة عاملة ازاي اهوت. لميناها كويس. لمعيها من فوق الوش كده بحبة زيت صغيرين عشان الوش ما ينشفش معانا. وحاولي وانتي بتعجنيها تدفي المية واللبن. دفيهم كده يعني يا دوبك حاجة بسيطة زي ما بيقولوا كده زي دمع العين. غطيها بكيسة. انا ما دخلتش معايا الكيسة، هحاول ان انا اغطيها بيها. افتحيها كده وحطيها وغطيها باي حاجة عندك بتغطي بيها العجين بتاعك. بس كده. سيبيها تخمر بقى. انا قعدت تخمر حوالي ساعة. عقبال بقى ما تخمر نجهز الحشوات بتاعتنا. معايا لحمة مفرومة ومعايا صدق. اللحمة المفرومة معايا دول نص لحمة مفرومة
هحط عليهم 3 بصلات وسط كده. جبنا الكبة بتاعتي وحطينا فيها البصل وهنفرمه فرم ناعم. بالشكل دوت كده فرمناها فرم ناعم. ننزلها في اي حاجة غويطة عندنا. انا بحب اقطع الخضرة يا جماعة بالمقص علشان بعرف اتحكم فيها كويس. طبعا البقدونس ده انا غسلاه ومصفياه. قطعيه بقى رفيع كده زي ما انت شايفة. بالشكل دوت كده. نيجي بقى نحط بهاراتنا بسيطة، حبة ملح، حبة فلفل اسود، وحبة بهارات من بتاعة الحواوشي بتتباع عند العطار او في اي سوبر ماركت، اشتري الكيس. وانا بحب احط كده عصرة ليمون، نص ليمونة، تديله مزازة وطعم تحفة يا جماعة. ولو في اي ريحة اي حاجة بتشيلها الليمونة. بصوا انا هنا مش بدعكها، انا يدوبك كده بقلبها ببعضيها. انا مش عايزة انزل العصارة بتاعتها، بندعكها ببعضها كده لحد ما كلها تتشرب في بعض. وننزل باللحمة بتاعتنا، وهنا نديها تقليبة كده بايدينا. اخلطي اللحمة مع البقدونس مع البصل مع البهارات وسيبيها. نعمل بقى الحشوة التانية اللي هو الصدق او السجق. بنقطعه برضو، بحب برضو اقطعه بالمقص. تقطعيه بقى طري متلج في التلاجة، المقص بتعرفي تتحكمي بيه كويس جدا. انا قطعته مكعبات كده زي ما انتوا شايفين. ومعايا دول حوالي 3 طماطمات شايله القلب بتاعهم عشان القلب بينزل ميه وما يبشننش معايا العيش بتاعي. بنخرطها عليهم خرط رفيعه كده زي ما انتوا شايفين. حابه تقطعي بقى انتي على بلانشة براحتك، اللي هي قطاعه. حابه زي كده بتعرفي تتحكمي يبقى تمام. خلصنا الطماطم. نيجي بقى للفلفل، برضو حبة حامي حبة بارد براحتك خالص، اللي بتحبيه اعمليه. قطعيه رفيع برضو بالشكل دوت. حطينا بقى حبة زيتون متقطع كده. دلعنا الصدق بتاعنا. ونبتدي نبهرهم بقى. هو الطبيعي ان الصدق بيبقى متبهر، بس احنا بنبهر الخضار بتاعنا. حبة ملح وحبة فلفل اسود. ما حطيتلوش اي بهارات زيادة لان الصدق بيبقى متبهر. حبة زيت للتلميع كده ونقلبها. وبس كده. تمام كده تمام. نيجي بقى عدى حوالي بتاع ساعة، كانت خمرت معانا اهيت. بصوا بتشد ازاي، عاملة شبه الفطير والله يا جماعة، تحفة. وحب الزيت كده في قلب طبق. والحشوات بتاعتنا جاهزة معانا اللي احنا لسه عاملينها. انا بحب افرد العيش باللحمة بتاعي او العيش بالصدق او الحواوشي على زيت، ما بحبش افرده على دقيق. الزيت بيبقى اسهل في الفرد واحسن وطعمه اجمل. هوريكم دلوقتي. هنقطع كده زي البرتقانية
ما بحبش برضه احط واحد على واحد، بحبه كده واحد واتنين على اتنين. هوريكم بيبقى اخف واحلى. زي ما انتوا شايفين كده بلمها واقطعها زي البرتقانية كده كبيرة شوية اهي حجمها. هنخلصهم بقى كل كمية بنفس الشكل اهيت. واقول لكم طبقنا اهو زي الفل، مفيش حاجة لازقة فيه. اهم حاجة غطي العجين بتاعك عشان وشه ما ينشفش منك او يقشف منك. ندهن بفرشة كده او بايدك اي حاجة زي ما تحبي الارضية اللي انت هتفرجي عليها، ونبتدي نفرد معانا ايه العجين. هتلاقيه ملبن في ايدك. بصوا ملبن والله يا جماعة. وكل لو سبتيه كمان يرتاح حوالي 10 دقايق هتشوفي دلوقتي اهو. بصوا كأنك بتفردي فطير مش عجين متخمر كده. هناخده بقى من الحشوة بتاعتنا اللحمة، نخلص اللحمة وبعدين ندخل على الصدوق. حطي الكمية المناسبة ليكي لحد ما تملي العيش بتاعك. الحشوة دي بقى كميتها بتاعتك انتي برضو، واقفلي بيه ومن على الحرف كده تاخدي لفوق علشان ما يكلكعش معاكي من على الحرف لفوق اهو. ومن على الحرف لفوق برضو كده. بس كده هو تبقى تمام ومية مية. اتقفل معانا اهو. وانا عندي الصاج بتاع البوتاجاز هسوي فيه، ولا دهنت ولا اي حاجة. حطيت كده. هفرد معاكم واحدة تانية برضو. ايدينا طبعا بتبقى مطرح ايه اللحمة. حطيت حبة زيت. بصوا ده البقدونس يا جماعة. افردي. شايفين بيتفرد ازاي من غير لا نشابة ولا فرادة ولا اي حاجة معانا اهي بتتفرد معانا زي الاستك. هنكمل حشوة اللحمة برضو. حطيت الكمية المناسبة ونقفل وناخد برضو من بره لجوه. العجين معانا حلو ولا بيتقطع معايا ولا اي حاجة، خمران ومرتاح وكل حاجة فيه. واهم حاجة ان انا عجناه كويس زي ما انتوا شايفين كده اهوت. وبالرص خلصنا اخر رغيف اهوت. الحجم الرغيف معانا كويس وجميل. معايا سمسم، عندك بقى حبة البركة براحتك خالص. مش حابة تحطي ما تحطيش، بس السمسم بيديله طعم تحميصة كده وطعم جميل جدا. فوق الوش كده حبة. بس كده خلصنا حشوة كده ايه اللحمة المفرومة. هنعمل دلوقتي ام صدق. بص كل ما يرتاح معانا العجين بيفرد ازاي، يفرد وما يكشش زي ما انتوا شايفين كده. تحفة يا جماعة والله، جربوه بس على الطريقة دي هيعجبكم قوي.
اهوت. حطي برضو الكمية المناسبة وقفلي زي الاولاني بالظبط، ومن على الحرف كده لفوق، مش هيكلكع منك ولا اي حاجة. ده بقى هنعمله وش بيتزا بس لما نخلص. اهوت. هوريكم واحدة تانية. افردي كده. بصوا العجينة ملبن ازاي في الايد. اللبن عطيها طراوة وطريان، والله العيال كلوه كله، حتى العيش اللي بيبقى فاضي في الجناب اكلوه من طعمه وحلاوته، كأنك بتاكلي قرص بالظبط. طعمها تحفة وريحتها تحفة جدا جدا جدا. وقفلي برضو. ونحطه في الصينية. هنخلص بقى كل الكمية كلها، وده اخر واحد اهوت. طلعوا لنا كمية كويسة جدا. معايا جبنة موتزاريلا، هنحطها فوق الوش. عندك ميكس جبن، جبنة تركي اللي هي الرومي يعني، او الاتنين مع بعض، شيدر، اي حاجة تحطيها. مش حابة برضو تحطي ما تحطيش، براحتك خالص. حابة تحطي سمسم حطي، براحتك خالص. حطي بقى كل كمية الجبنة على الكمية اللي عندك. وزيتون، حابة تحطي طماطم، فلفل الوان، اللي بتحبيه حطيه. صينية عملناها بالزيتون، وصينية عملناها بالفلفل الاخضر. عندي قرن فلفل كوبي او رومي، قطعناه كده وحطيته، بيدي شكل تحفة، بيديله طعم برضو حلو. وخلصنا وجينا للتسوية في الفرن على درجة حرارة 170. هديت النار يعني من فوق ومن تحت، وحطيته في الرف اللي في النص. قعد معانا كل صاج حوالي ربع ساعة زي ما انتوا شايفين كده. التسوية كلها ما خدتش ساعة الا ربع. بصوا لونه وشكله وطعمه بقى ما عندكوش فكرة. طري ومتماسك وجميل، والريحة تحفة. وطلعوا لنا كمية محترمة من كيلو ونص دقيق. بصوا لونه من تحت ومن فوق، والحشوة اهي مليان، وطعمه تحفة يا جماعة. ده العيش ابو لحمة، هوريكم ابو صدق. بصوا كأنك عاملة فطير بالظبط. بصوا التسوية. بقول لكم حطوا اللايك بقى، وبألف هنا وشفا على قلبكم وقلبنا. وده الشكل النهائي بتاع الاكل بتاعنا. يا رب يكون عجبكم، ولو عجبتكم الوصفه بتاعتي يا ريت تجربوها. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتحطوا اللايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في اسرار الطبخ مع ام ربيع. ويا ريت يا جماعه المتابعه على الفيسبوك، على التيك توك، على الانستجرام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.